السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم هذه الوصفه غزاله فيها خليط من المطبخ التركي مع المطبخ السوري مع اللبناني. المهم وصفه فيها تجمعات من المطبخ الشرقي، لذيذه وغزاله البنات، مستحيل تجربوها وما توليوش مدمنين عليها. سهله مهله، تبعوا الفيديو حتى الاخير. الكفته رابعه نتاع الكفته، شحال ما كان عندكم البنات زيدوا لها بصله مشلطه، هكا فلفله حمراء ولا خضراء اللي كانت هكا مشلطه، زيدوا لها العطريه اللي فيها السودانيه الهريسه، القزبر حبوب مطحون، راس معلقه نتاع الكمون، راس معلقه نتاع البزار، وراس معلقه نتاع السكينجبير. نتوما قلتها لكم كنظن. وانا زدت عليها شويه الزعتر وزدت زويته بلديه لحقاش الكفته ما فيهاش عندي الدهن، ما فيها لا شحمه لا والو. نتوما الا كانت الكفته ميدمه ما تزيدوش عليها. المهم كتخلطوا الخليط مزيان هكا، زيدوا عليه القزبر ومعدنوس ومعكوه مزيان. بصله اما تكون مقطعه رقيقه او لا فاش ديروا عليها الكفته معكوها مزيان. ما تنساوش الفيديو اللي غينزل من مور هذا بنفس الوصفه ديال الكفته غندير وصفه واحده اخرى. المهم شوفوا حتى الاخر. انا استعملت هذه الورقه نتاع التركي، البنات المتوفره عندكم استعملوها. ما عندكمش الورقه نتاع الفيلو، الورقه نتاع البقلاوه، ما عندكمش ورقه البسطيله، ما عندكمش الملوي، فاش كتعجنوا الملوي تكون العجينه ديالو قاصحه وطلقوها بالدقيق، نفضوا منها الدقيق الزايد وديروها بنفس الطريقه. راه ماشي العجين، المهم الطريقه هي اللي فيها كما كنقولوا السر. والوصفه كاين هكا اللي فاش تحمر في الفران. اي ورقه البنات استعملتو، انا فايت سبقت لابس استعملتها بالورقه الملوي، دهنوها هكا بشويه زويته وصافي قادوها هكا من الفوق. اللي كيبغي يدهنها مزيانه، المهم دهنتها شويه لحقاش من بعد غندير ليها الزبده والزبده من بعد والزيت. خلطت كما كتشوفوا شويه ديال الدقيق بالماء، سقتي الدقيق ديال الزرع هو اللي كان متوفر بلا ما تنمروا عليا. المهم تلصقوها باش ما تحلش لكم وانتم كتقطعوها، قطعوها بالمقص اولا بالموس على حسب كل واحد فاش كيرتاح. ستفوها في الصينيه اللي كتدخل الفران، ديروا في جنابها شويه مزيودات فلفله اولا هكا، انا درت طوماط سوغيز اولا مطيشه مقطعه مع كيتحمروا معاها في الفران، كيتعسلوا كيعطيو واحد المذاق غزال. وديك الكفته كتطلق الماء ديالها من التحت. هادشي اللي درت ليها الفوق راه خليط ما بين الزبده والزيت. الزبده والزيت دهنوها من الفوق وضغطوا عليها كاع بالورق السلفوريزي باش ما تحرقش لكم من الفوق في درجه حراره 180 حتى تحمر. صلصه اليوغورت درت فيها يوغورت طبيعي، شويه نتاع الحامض، الملحه والبزار. رمضان ما درتش الثومه، نتوما يمكن لكم ديروا الثومه، بالثومه كتجي في الحقيقه احسن. مع رمضان انا تخطيت هذه المرحله ديال الثومه. مقيله صغيره زبده كديروا فيها قزبر حبوب مطحون، السودانيه، تحميره، شويه ديال الزعتر، مليحه. كديروا اي نوع المكسرات عندكم، يا الكركاع يا اي حاجه، المهم في الحقيقه بالكركاع وبالصنوبر كتجي احسن. الكركاع كيكون متوفر عند كلشي، اللوز ايفيلي. شوفوا داكشي اختي اللي عندكم في الدار انا مزهوكه، خلطيه راه كيجي هو هذاك بلا ما تتبع لي دوك صحابات بالغرام والمقادير. المهم حنا كنخلطوا داكشي ديال الكوره حتى العور، كيجي اختي بنين. كدوبيها بين ما طابت لك اختي الصينيه في الفران، صينيه يا اختي كليتها كامله ما بقى منها والو، جات لذيذه. شوفوا البنات انا نتيستها لكم من الفوق راه كتجي مقرمشه، وديك مطيشه ولا فلفله لا درتوها مع الجناب كتجي فريمون معلكه. كديروا على هذيك لاصوص نتاع اليوغورت هي باقا هكاك سخونه، كتكبوا عليها هذيك الزبده مع العطريه البنات من الفوق، كترشوا عليها شويه نتاع القزبر ومعدنوس. جربوها وتفكروني. احسن حاجه كتعجبني في هذه الوصفه هي فاش يكون عندك شويه كفته في الدار واي حاجه اختي عندك كتجمعيها كتغشيها فيها وكتدخليها الفران وانت موجده بلا ساهل مهل خفيف ظريف. ما تنسايش تشوفي الفيديو اللي غينزل من مور هذا واللي غنستعملوا فيه نفس الوصفه ديال الكفته وغنديروا بها شي حاجه اسهل ما يكون في الكون. شكرا لكم بزاف ومرحبا بالبنات الجداد اللي تشتركوا في القناه. نتلاقاو ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد. باي باي.